واحدة من الحاجات اللي ممكن تغير طريقة تفكيرك في استعمال برنامج نوشن وتطور مستواك عليه وهتستعملها بشكل كبير جدا وهتوفر عليك مجهود وجهد عظيم هي حاجة اسمها الفورمولا. في نوشن الفورمولا ديت هي زي العقل بتاع البرنامج اللي بيخلي الداتابيز او قاعدة البيانات تفكر معاك بشكل ذكي واحسن بكتير. فبدل ما تروح تدخل كل حاجة بايدك، لا، الفورمولا بتخليك تعمل عمليات حسابية وحاجات منطقية بشكل تلقائي واحسن كمان. ولو مش عارف ايه هي الداتابيز اللي هي قاعدة البيانات، فدي احنا شرحناها في الدرس اللي فات، هو كان الدرس الخامس في سلسلة نوشن اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، وده الدرس السادس بنتكلم فيه عن الفورمولا اللي لما ندمجها للداتابيز بتدي له قوه رهيبه جدا، وهتشوف امثله عمليه في الدرس ده مع بعضنا. كلمه فورمولا اصلا في البرمجه او سواء بقى في الرياضيات فهي عباره عن معادله او يعني زي جمله شرطيه بتطلع نتيجه معينه بناء على بيانات احنا بنديها لها. فيبقى عندك حاجه كده زي في الباك جراوند او في الخلفيه بتتعمل بشكل اوتوماتيكي بناء على بيانات هي عندها فبتكملها لوحدها. وتعالى اديك مثال عملي عشان تفهم الدنيا بشكل ابسط، وصدقني في اخر الفيديو هديك حاجات تلخص عليك الدنيا كلها، بس يعني هنخليها ان شاء الله في الاخر عشان تكون مبنيه على علم وعارفين الدنيا ماشيه ازاي. مثلا لو انت عامل داتابيز او قاعده بيانات على نوشن وحاطط فيها حاجات انت بتبيعها، فعندك المنتج اللي بتبيعه وعندك السعر وعندك الكميه بتاعته، ممكن تعمل جدول تاني تقول له والله الجدول دوت عباره عن السعر في الكميه، فتطلع اجمالي المنتج دوت انت بايعه مثلا بكام. قبل ما تقول لي انا عارف ان يا سباعي طب ايه فكره يعني مثلا الفورمولا ديت، ما الاكسل اللي بيعملها بشكل كويس جدا، وهقول لك ده حقيقي الجزء بتاع الجمع والطرح دوت بالفعل الاكسل ممكن يعمله، بس احنا هنشوف مع بعضنا في تطبيق عملي في 4 حاجات مختلفه ازاي نوشن بيتفوق بشكل كبير جدا، ومش مجرد عمليات حسابيه، ده بيديك بقى حاجات تانية وخانات وتنظيمات، وحتى التو دو ليست اللي معاك في اول فيديو في التمبلت المجاني هتلاقي في حاجات بتتعمل بشكل تلقائي، ولو اليوم خلص بيحصل كذا وبتضيف في خانه كذا، دي عن طريق فورمولا. فده احنا من الحاجات اللي هنشرحها. فالاربع امثله اللي موجوده في الفيديو دوت، ومجرد ما تفهم الفكره العامه مش عايز تكمل الامثله خلاص ممكن تخرج براحتك من الفيديو، عايز تكمل هتستفيد ان شاء الله احسن بكتير. الحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل. خلينا مثلا نبص على امثله سريعه، بعد كده هنشرح بقى بالتفصيل الممل ان شاء الله. دوت الجدول بتاع قائمه المهام اليوميه اللي احنا بعتناه لكم بالفعل. مثلا انا حطيت تاسك هنا مثلا تيست اهي او تيست، ولو علمت على ضن دي تشيك بوكس عادي، بص الستاتس بتتغير، بتتحول بتتكتب ضن مكانها، وبتروح بعديها في اخر اليوم الساعه 12 بالليل لخانه ضن هنا. لو ما كنتش علمت عليها فالساعه 12 بالليل بتتعمل عليها مزد وبتروح لخانه المزد اللي هي المهام اللي ما خلصتهاش. مثلا اهي هنغير الجدول مثلا نخليه ان دوت يوم عدى وانا ما عملتوش، تلقائي راحت لمزد، اتعلم عليها مزد وراحت عشان اليوم عدى خلاص الساعه 12 بالليل. دي ازاي؟ لان الاستاتس دي اصلا معمول عليها فورمولا، يعني البروبرتي اهي ايه الفورمولا دي، الفورمولا بتاعتها هنتكلم ازاي تعملها بسهوله تامه. نفس النظام حاجه ثانيه اللي احنا هنتكلم جدول بتاع الصلاه مثلا. هنا بص يعني مكتوب ايه، تمكنك منك نفسك اعانك الله عليها، دي حاجه انا كاتبها يعني تذكره ليا. طب انا صليت الظهر الحمد لله، حاول تنتظم وربنا يعينك. طب صليت العصر كمان نفس النظام، صليت المغرب، 10 سباعي قربت واظب وخليك احسن. ليه؟ لان انا عاملها 3 صلوات فاكتر، يكتب لي ده. طب لو صليت كله ما شاء الله ربنا يحفظك ويستمر. الكلام بيتغير لوحده. طب هنا نفس النظام، لا ما ده مش معلم. طيب هنا ما فيش حاجه مكتوبه ليه؟ عشان دوت يوم لسه ما عداش، ده 18 سبتمبر وانا بسجل في يوم 13 سبتمبر فلسه ما عداش. لو بصينا على الفورمولا بتاعتها هنلاقي الفورمولا اهي. ايه الفورمولا الكبيره دي يا نهار ابيض؟ هقول لك والله انا ازاي اعملها بسهوله تامه، يعني انا اصلا هقول لك ازاي تعمل الفورمولا من غير ما تفكر، هنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي حرق احداث بس يا شيء ما علينا. يلا نبتدي نشرح الاول على فورمولا بسيطه عشان نتدرب مع بعضينا سوا. اول حاجه احنا هنشرح خاصه الحاجات دي كلها عارفينها المفروض. هنعمل داتابيز انلاين، كل ده قايلينه بالظبط. وهنعمل بروبرتي نمبر، بروبرتي تاني نمبر، مثلا هنسميها تيست اهو. هنكتب هنا وليكن احنا هنشرح الجمع والطرح والحاجات البسيطه خالص في الفورمولا بحيث نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي، بعد كده نتعمق بقى في الحاجات الكلاميه والارقام وكده. ده المنتج مثلا هنا هنخلي دوت هنسميها الكميه، لو احنا معانا منتج معين في كميه والسعر كده الدنيا تمام معانا. فمثلا احنا معانا منتج عايزين كميته وسعره، وفي الاخر عايزين نجيب الاثنين مع بعض ضربهم كام. فهنخلي المنتج فرضا هنسميه حلو كورس اليوتيوب بتاع سباعي، دعايه اهي يعني في سياق الشرح ما شاء الله. هنخلي الكميه اللي هو اتباع اللهم لك الحمد 12500 مره، طبعا انا بهري سعره هنخلي سعره 1000 جنيه. فكده تعالوا نشوف بقى سباعي لو باع 12500 مره من الكورس هيبقى كسبان كام، عشان نحسد سباعي يعني ربنا يكرم الجميع يا رب. هنعمل من هنا فورمولا. الفورمولا دي بقى بتتعمل ازاي اهي.
هننزل، احنا اخترنا خلاص دي، دوس صح من هنا، هنختار الفورمولا من هنا، دي علامه الفورمولا بالشكل دوت اللي هي المعادله. هنعمل ايه في الفورمولا؟ اول ما تدوس عليها هيقول لك edit property، بعد كده edit الفورمولا، ابتدي يلا عدل عليها. فاحنا اول ما دخلنا لقينا بص البروبرتيز هو حاططها لك، البروبرتيز اللي هي الحاجات الصفحات ديت الصفوف، ده كله لما اتكلمنا اسمه بروبرتي، وده بروبرتي وهكذا. فاحنا لما ندوس على edit فورمولا البروبرتي الفورمولا هيقول لك والله انت عايز ايه، فانا اقول له والله انا عايز اضرب الكميه في السعر، فانا اقول له اختار الكميه، هتعلم على العمود اللي انت جايبه له، فتقول والله الكميه. هو حتى بيساعدك، بيقول لك انت عايز ايه، حاجات هو مجهزها لك، عايز تضرب علامه الضرب، ولا عايز تطرح، ولا تقسم، ولا عايز تجمع، ولا تطرح، ولا اكبر من او يساوي، اصغر من او يساوي، حاجات هو بيقول لك، ولا عايز ده وده. الحاجات دي كلها لذيذه جدا ممكن تجربها، بس احنا حاليا هنضرب، هنقول له والله اختار علامه الضرب دي، فيقول لك يبقى الكميه في، الكميه في ايه، هتضرب في ايه، عايز تضرب في جدول من هنا ولا تضرب في رقم معين، فانا اقول لا انا عايز اضرب الكميه في السعر. كده زي الفل، زي الفل، اعمل ضن. واو، ضربها لك، طلعت سباع هيكسب 12 مليون و500 الف. طبعا انا لو عملت الحكايه ديت هتلاقيني قافل قناه اليوتيوب ومش بشرح اي حاجه اصلا، فانت ادعي السباع ما يوصلش للرقم ده عشان يفضل بيكمل في اليوتيوب. ادعي لي صوتك والله هكمل اليوتيوب، ما تقلقش عادي يعني. فاحنا كده خلاص الرقم طلع. ممكن برضو تعمل تعدل من هنا وتختار بعد كده في الايديت بروبرتي، وتختار النمبر فورمات من هنا وتخليها نمبر ويز كوما عشان تبقى تسهل تعرف تقراها. 12 مليون و500 الف، ده مثلا مثال عبيط شويتين، بس الفكره العامه موجوده. طيب تعالوا نخليها احنا هنطرح، تعدل على البروبرتي اهي، اديت فورمولا، لا احنا مش عايزين ضرب، عايزينها طرح. ضن، طرح 12500 ناقص 1000 طلعت 11500. فدي الفورمولا بضرب ويجمع مثلا وطرح بطريقه بسيطه جدا جدا جدا. فبالتالي يا صديقي لو بنشرح على مثال عدل مثلا ده بجد يعني، فاحنا عندنا المنتج مثلا من هنا منتج 1، ونعمل منتج 2، منتج 3. خلاص هنحط السعر مثلا ده ب 100 جنيه، لازم نكتب الانجليزي 100، ده ب 150، ده ب 130. خلاص هنا السعر بتاع ده كميه 100 150 130 اسف، السعر بتاعه مثلا 250، هنا 300، هنا السعر 460. وهنخلي الفورمولا ديت هنرجعها ضرب تاني عشان نشرح المثال بطريقه اوضح. هنغير دي، هنخليها ضرب اهي، فهيبتدي يجمع لك كل الحاجات دي. بعدين نقول له والله طب انا عايز بقى كل الحاجات اللي هنا مجموعه في صف واحد، فاختار من هنا اعدل عليها، وهقول من هنا هنختار الكالكوليت، مور اوبشن، اختار لي الصم بتاع كله، اجمع لي كل الحاجات ديت. فيجمعها يقول لك والله يبقى كده انت مثلا بايع ب 129800 جنيه. طبعا ممكن تغير الفورمولا هنا وتكتبها اجمالي المبيعات. جدول بسيط لذيذ، الدنيا زي الفل فيه، ودوت بالفعل ممكن تعمله بالاكسل يعني. فاحنا كده شرحنا الجمع والضرب، ولو عايز تجمع الحاجات وتضيفها مع بعض الطريقه عامله ازاي. طب في حاجه ثانيه سريعا بعد كده نشرح بقى في الجداول اللي هي بكلام. مثلا انت حد بيشتغل فريلانسر، واحنا في القناه هنا بنشرح مجال الفريلانسنج بالتفصيل الممل، وهتلاقي ان شاء الله بلاي ليست كتير جدا موجوده عنها. فوالله انا هعمل جدول ثاني، داتابيز اهي اونلاين، وهنختار وليكن المصدر بتاعنا اللي بنكسب منه فلوس. هكتب من هنا السورس، وهنا هحط نمبر وهسميه اماونت اللي هي مقدار الفلوس مثلا يعني. فالسورس هنا هكتب وليكن فريلانسنج، انا من الفريلانسنج. فرضا احنا بناخد من الفريلانسنج مثلا، قول انت بتكسب يا صديقي $100 في الشهر، وهتخليه الاماونت هنا. لما تيجي تعمل اديت بروبرتي وتختار النمبر فورميت، مفيش الجنيه المصري. مثلا هتلاقي اليو اس دي الاستراليان كذا كذا، مفيش الجنيه المصري موجود، هم مش ضايفينه، فاحنا نختار مثلا باليو اس دي، هنتعامل بالدولار. طيب انت كده بتكسب $100، انت عايز تحولها للمصري، فتعرف انت تكسب كام بالمصري، فهتعمل نفس النظام هنا فورمولا، وهتقول له والله خليها لي اديت فورمولا، اختار لي السورس، لا مش السورس، الاماونت اللي هي الاماونت ال $100 مضروبه فيه اهي سعر الدولار مثلا لو ب 47 او 48 مثلا اهي. فكده يقول لك والله انت تكسب 4800 جنيه مصري. طيب احنا عايزين نطلع، والله انا بصرف اصلا يا سباعي، بصرف حاجات على برامج وكده بصرف فيها وليكن $20. فهنعمل حاجه ثانيه هنسميها نمبر مثلا اكسبنسز اهي، مصاريف،
وهتقول لي والله سباعي انا اصلا بصرف $20، فدي بصرف $20 وهنخليها باليو اس دي. وعايز تحسب انت بتصرف كام ديت، خلاص ديت الفورمولا دي هنسميها المكسب بالمصري مثلا، وهنعمل فورمولا تاني اهي هنسميها المصاريف بالمصري، وادخل على الفورمولا واعدل عليها edit property نفس الحوار، الاكسبنسز بتاعتنا مضروبه في نفس النظام 48، بقيتك بتصرف 960 جنيه. فعايز تطلع والله يا سباع، انا بعد كده لما كنا في فريلانسنج قلنا حاول تحوش مثلا حوالي 20% من الدخل بتاعك عشان تحتاجهم بعدين، انت مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، فانت عايز تعرف ال 20% دي هتبقى كام، فتحسبها حسبه تلقائيه. فاقول له والله اعمل فورمولا ثانيه واقول له فيها اهي edit property اللي هي المصاريف بالمصري ناقص المكسب بالمصري اضرب فيه 2 من 10 هيطلع لنا الرقم ده، يبقى 768 جنيه ديت ال 20% المفروض ان انا احوشها. فمثلا القيم 20% المفترض احوشها. طبعا احنا بنشرح امثله بس اللي هي تبقى انت عارف الدنيا ماشيه ازاي، جمع وطرح ونسب ومعادلات وكده زي الفل، ان شاء الله تبقى الفورمولا واضحه معاك في الشكل ده. تمام كده لو واصله حتى الان. ازاي بقى اعمل؟ طبعا يعني عدل بقى عليه واعمل الجدول بتاعك انت بالارقام بتاعتك في اللي انت عايزه. ازاي بقى يا زبايا بنعمل حاجه زي الديلي ليست ونعمل حاجه زي جدول بتاع الصلاه؟ انا بس بديهم كمثال عشان تتدرب مع نفسك انت كمان. بص احنا حاليا في الجدول بتاعنا هنا في الديلي ليست، لو دخلت على الفورمولا بتاعتنا خلينا مثلا نعمل تاسك معين نيو بيج وهنسميها تسجيل فيديو شرح نوشن فورمولا اللي انا بسجله دلوقتي حاليا بالفعل. انا لو علمت دن بيتعمل عليه دن والساعه 12 بالليل بيروح للخانه بتاعه دن، لو ما علمتش والساعه عدت 12 بالليل اليوم ده بيروح لخانه المزد، فابقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، والصفحه دي بترجع اليوم اللي بعده صفحه فاضيه تماما ما فيهاش اي حاجه خالص. ليه ده بيحصل؟ عشان لو بصينا على الستيتس هنا اللي هي في الاساس هي فورمولا اديت فورمولا، هتلاقي بيقول لك اف علمت على تشيك بوكس دن يبقى اكتب لي كلمه دن، ولو كان الفورميت الديت هو الديت بتاع ناو اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي حاليا فخليه بيندنج، لو كان عدى الوقت بتاعنا فعلى حسب، لو هي كانت ميزد ودي ميزد، لو ما كانتش لسه عديها في الابكامينج. مش فاهم حاجه منك يا سباعي. هقول لك والله يا صديقي ولا انا كمان كنت فاهم على بلاطه كده. انا رحت عملت ايه بالظبط؟ انا اخدت احلى حاجه شات جي بي تي الجميل بتاعنا، انا اخدت ده كده مثلا حاليا لشات جي بي تي وهجرب معاك عملي جدا واعمل دوت عادي جدا اهي. افتح بقى مثلا شات جي بي تي، افتح جيميناي، افتح اي حاجه انت تستعملها، وباخد له سكرين شوت اهي بقول له اشرح له انت عاوز تعمل ايه. طبعا انا بدات افهم، انا لما عملتها وقتها ما كنتش فاهم بالظبط الفورمولا ماشيه ازاي، بس يعني انا حاليا بقيت عارف كل حاجه ماشيه ازاي لان انا بعملها بنفسي احيانا. فبقول له والله دلوقتي انا عندي ده جدول مهام يوميه عاوزه لما الساعه تيجي 12 بالليل، انا بشرح له الكونسبت اللي انا عاوز اعمله، فانا اقول له عاوز لما الساعه تيجي 12 بالليل على حسب لو كان التاسك خلص فيروح كذا، لو كان التاسك ما خلصش يروح كذا، فعشان نختصر مع بعضنا فهكتبها انا بسرعه واعملها لك. انا شرحت له ده جدول مهام يوميه عاوزه لما الساعه تيجي 12 بالليل، وقتها على حسب التاسك انا عامله لا، لو كنت معلم عليه انه دن في الخانه بتاعه دن فوقتها يكتب في الفورمولا انه دن، لو ما كنتش معلم عليه في تلقائي 12 بالليل يروح كذا. فيبتدي يقول لي الفورمولا اهي، هو بيقول لي والله انا عرفت انت عايز تعمل كذا دن تشيك بوكس عدد الاعمال الاساسيه، انت عملت ده وعملت ده وعملت ده خلاص، ممكن تكتب الفورمولا دي. تعالوا نجربها ونشوف. هنعدل على امسح كل اللي احنا كاتبينه هنا وحط الفورمولا بتاعته هو. فلما حطيت الفورمولا بتاعته هو بيقول لك في مشاكل عندنا في الفورمولا اللي هي start is not defined, the function start was renamed to date start, end is not defined. فمثلا دي حاجات هو بيقول لك في مشاكل عندنا، والمشاكل عندنا اللي احنا الفورمولا مش واخدها بالظبط يعني. فانا ممكن اروح واخد له سكرين شوت تاني من هنا اهي، وهقول له ان دي المشكله اللي بتطلع قدامي. بص هاخد له سكرين شوت تاني من هنا واقول له والله دي المشكله اللي بتظهر قصادي، فانا بعت له الاثنين يبقى هو معاه الجدول بتاعي ومعاه المشكله بتظهر. دي قاعده البيانات ودي المشكله اللي بتظهر قصادي. فهو هنا بدا يعدل لي على الفورمولا خلاص، فانا اخدتها ونعمل كوبي للفورمولا اللي هي موجوده هنا، وهنروح هنا ونعمل ده
مفيش اخطاء موجوده قدامي، خلاص دن. وتعالوا نجرب كده، لو عملنا دن اتعمل عليها دن، لو ما عملناش دن بيندنج. طيب نفترض ان احنا ما عملناش الدن والساعه عدت 12 بالليل اللي هي اليوم اللي بعديه مثلا، فاحنا نختار اليوم اللي بعديه. ايه ده؟ اتشالت من هنا. طب راحت فين يا سباعي؟ راحت في خانه ميزد. عظيمه جدا كده، الفورمولا بتاعتنا اتعملت بشكل صريح جدا. طيب انا مش فاهم الفورمولا ازاي وعايز افهمها، ادخل على ايديت بروبرتي، ايديت فورمولا، فتلاقيه بيقول لك والله اف متعلم على دن يبقى كذا. الداتا بيز بتاعتنا لو الديت بتاعنا بين التاريخ بتاع النهارده لحد الساعه 12 بالليل على حسب منتصف الليل، هو مظبطها لك الدنيا كلها. حاليا انت ممكن تعمل اي حاجه باللي انت بتروح لشات جي بي تي. حاليا انا بعمل ده، بدل ما اقعد اخترع الفورمولا واكتب فيها كتير، لا بروح لشات جي بي تي واعمل ده. نفس النظام انا عملته هنا بالظبط. التذكره ديت لو دخلنا على الفورمولا بتاعتها، ايديت فورمولا، هتلاقي الكلام ده كله موجود. انا عملتها ازاي؟ بعد عملت الداتابيس بتاعتي وعملت الجدول بتاعي، الصلاه، التاريخ بتاع مثلا يوم 5 يوم 6 يوم 7 يوم 18، بس عاملها كمثال، وقلت له والله انا مش معلم على اي حاجه اهي، فبيظهر لي الجمله دي لو علمت على 3 صلوات او اكتر بيظهر لي دي، لو علمت على كله بيكتب لي ده. انا رحت للشات جي بي تي وصورت له سكرين شوت الحته ديت كده، وقلت له والله دوت جدول للصلاه انا عامله، لو ما صليتش ولا صلاه النهارده ففي الفورمولا تتعمل فورمولا يكتب لي فيها الجمله بتاعت تمكنك من نفسك عنق الله عليها. طيب لو كنت صليت 3 صلوات فاكتر يكتب لي ما شاء الله ربنا يحافظ عليك. لو كنت صليت الخمسه من 3 ل 4 يعني يكتب لي ده. لو كنت صليت الخمسه وعلمت على الخمسه فيكتب لي اللي هي بتاعت ما شاء الله ربنا يحافظ عليك تستمر. رحت للشات جي بي تي وبعت له، راح طلع لي الفورمولا العظيمه دي. اخدت الفورمولا وحطيتها من هنا، وبقى دوت جدول معمول. الفورمولا تدينا التذكره اللي احنا عاوزينها بطريقتنا هي بكل بساطه خالص. طبعا الفورمولا فيها حاجات كتير ممكن تستخدمها ان شاء الله في الدروس اللي جايه. هنبتدي نعلم حاجات متقدمه اكتر، وازاي نربط اصلا حاجه من قاعده بيانات بقاعده بيانات تانية ونعمل فورمولا في النص، وازاي نخترع حاجات كتير. بس ده درس نفهم بيه اساسيات الفورمولا ونعمل بيه حاجات كويسه، وانت لو فهمتها الحمد لله هتساعدك بشكل كبير جدا في شغلك وحاجات كتير. ينقصنا الدرس القادم باذن الله هنشرح فيه الكالندر سينك، وهنعرف ايه فكره الزرار بتاعنا من هنا، ولما بندوس عليه ايه اللي بيحصل، وازاي بتروح لنوشن كالندر ونربطها ازاي. قصه لذيذه جدا، اتمنى ان انت تكون بتستفيد من السلسله دي على خير ان شاء الله. عندك اي تعقيب حتى الان في السلسله فممكن تكتب لنا في الكومنتس، عندك درس معين مش واصل لك اي حاجه. ان شاء الله مع بعضنا اصدقاء، اشوفكم على خير، وسبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.